طبعا هي نتيجة محبطة للزملكاوية. آه، كان نفسنا ان الزمالك ينهي الدور الاول متصدر وفارق عن الاهلي الغريم التقليدي ليه بست نقط مش بثلاثة بس، ويكون فارق عن بيراميدز بثلاث نقط. ولكن انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. الزمالك آه، يعني ما شفتهاش من زمان. جه عليه ضربتين جزاء في نفس الماتش والزمالك متأخر. ربنا ستر ان النتيجة ما كانتش هتبقى كبيرة والماتش يفتح ويبقى الموضوع يعني في سكور وفي إهانة، وعطاك ضربة جزاء يعني كانت ممكن تعيدك للدنيا تاني. ولكن هو يعني زي ما قلت الله يفعل ما يريد. ربنا مش رايد، ربنا مش عايز انك تكسب النهارده. لعلها حكمة، لعلها سبب لحاجة، الله أعلم طبعا بالغيب. ولكن هتكلم حاجة بسيطة على معتمد جمال ومن غير ذبح. معتمد جمال النهاردة بدأ الشوط الأولاني كل حاجة كانت غلط. كل حاجة كانت يعني هو استخدم أوراقه أو الحاجات المتاحة في إيده استخدمها غلط. كان في أحسن من كده كان ممكن يقدر يعمله. أنا ما كنتش يعني أنا بعد الضغط اللي معمول على الزمالك الفترة دي الأخرانية، والاهلي خسارته ضغطت الزمالك ان هو لازم يكسب عشان يكسب يعني. ودي طبعا دي قله خبره من معتمد جمال اولا، وقله خبره من اللعيبه اللي موجوده في الفرقه، وقله خبره من الاداره بتاعت الزمالك. انما تتحط في موقف زي ده تبقى عادي في منتهى الهدوء ومنتهى البرود. ولكن ايمن الشريعي لما صدر الضغط على الزمالك وشال الضغط من على لعيبته في الاعلام وبين للزمالك ان انا هبقى عادي، بلعوا الطعم عادي زي لا مؤاخذه. اديك شفت لعيبه ام النهارده نازله بتموت نفسها، بتموت نفسها حرفيا في كل كوره. طيب الزمالك ليه ما يموتش نفسه؟ لان اللعيبه مرهقه وتعبانه واصابات واجهاد وروح بتستنفذ بقالها كام اسبوع. فبالتالي انت اللعيبه مش قادره تقاتل، مش قادره، مش ان هي مش عايزه. معتمد جمال سريعا صحح من غلطه الفني اللي عمله. الدنيا ابتدت تظبط سنه، ولكن اللعيبه النهارده ما كانش شايفه قدامها. ضغط اعلامي وضغط فني وضغط في الملعب وضغط في تصدر جدول الدوري. مش مصدقين نفسهم، ما تعرفش اللعيبه اللي على الدكه مش جاهزه. فكل دي معطيات بتأدت نتيجه ان الماتش يخلص 1-0 الانبي مع الرأفة. طيب اللي انا عايز اقوله ايه؟ الزمالك كل سنه بقى الاهلي بقى له 3 4 لسه بتكلم مع زمايلي. الزمالك بقى له كل سنه بقى له 3 4 سنين الاهلي بيقع، الزمالك يعيده للحياه تاني. الاهلي هيجي خلاص هيقع. يعني اخر حاجه مثلا ايه؟ كان الزمالك كسب السوبر الافريقي. والله لو كان كسب السوبر المصري بعديه الاهلي ده كانت هتلاقي فيه سواد ومشاكل والعراك هيظهر والمستخبي هيطلع. وبص كانت هتلاقي الدنيا مولعه. الا اذا الزمالك جه قفل البلاعه تاني وفوق الاهلي تاني ورجعه للحياه تاني. دلوقتي الزمالك لو كان كسب النهارده، الزمالك لو كان كسب النهارده وكمل في طريقه للدوري، الاهلي كان المشاكل هتفضل تتعاد وتتزاد. الماتش اللي جاي في الدوري اللعيبه كانت هتلعب باحباط في الدوري. خلاص فرق 6 ماتشات وفضلتش غير فرق 6 بونت وما فضلش غير 5 6 ماتشات في الدوري بالنسبه كاهلي يعني. فالموضوع كان هيبقى صعب. وبيراميدز فوقيه والزمالك فوقيه. بخساره الزمالك النهارده سيبك من بيراميدز، سيبك من بيراميدز، مش داخل معانا في الحسبه. بيراميدز كده كده ايه، بيلعب ماتش بماتشه والدوري بدوريه وافريقيا بافريقيا بتاعتها.
مش ماشي مع حاله، مش شاغل دماغه بحد. هو اللي مركز معاك، والاعلام اللي مركز معاك هو الاعلام الاهلاوي، والاهلي هو اللي مركز معاك كزمالك، اللي انت بتاعه. سيبك من بيراميدز خالص، خرجوا بره الحسبه. ف انا بقول اهو، الاهلي هينزل الماتش الجاي هيجز وهيموت نفسه ان يطلع بالثلاثه بونت. ولكن بقى انت كزمالك اللي عليك الدوري في ايدك انت. الدوري في ايدك انت، بمعنى انت اكسب ومالكش دعوه. اتعلم بقى من الدرس بتاع النهارده، اكسب ومالكش دعوه. الدوري في رجلك، في ايدك، ان انت تولع الدنيا في الاهلي. حتى لو انت ما لعبتش الاهلي بشكل مباشر، يعني ما كسبتش الاهلي في ماتش ديربي، لا يعني في ايدك ان انت لما تكسب وتصدر ضغط على الاهلي اكتر، وعلى نتائج وعلى اداء الاهلي اكتر، في ايدك ان انت توقع الاهلي معنويا ونفسيا وخلاص، ويرمي الفوطه اللي في الدوري، يسلم ويرمي الفوطه. وفي ايدك ان انت ترجعه يقرفك تاني، وينافسك تاني وينطحك تاني. فمش عايز بتمنى يعني عنوان الفيديو اللي انا كاتبه ان مش كل سنه الاهلي هيجي يقع انت تقومه بايدك. كل سنه الاهلي يقرب يقع انت بتقومه بايدك. انت اللي بتفوقه، وانت بترجع له الدنيا، انت اللي بتنهي على كل مشاكله. على فكره الاهلي ما بيحلش مشاكل، تراجعك انت في النتائج وفي الماتشات هو اللي بيفوق الاهلي. ويا خوفي يا خوفي بقى ان لو القرعه اتعملت للدور الثاني اللي هو اخر 7 ماتشات تحديد البطل، يا خوفي ان يحط لك الماتش الاهلي اول ماتش. يا خوفي لو حصلت الاهلي هينزل يكسب الزمالك والاهلي هيبقى بطل الدوري. خدها مني بقى. فانت ركز. اتمنى الماتش اللي جاي قدام اوتوهو انك ان الناس تقفل صفحه الدوري خالص، تركز وتحط كل تركيزها في ماتش افريقيا. يا رب بس تروحوا هناك ترجعوا بالتعادل 0-0 او 1-1، تبقى نتيجه ايجابيه لينا، وتيجي هنا تعمل ماتش على الفرقه دي. هي الدنيا مزنوقه والسكواد قليل، ولكن ما باليد حيله. اللي عايز تبقى بطل هو هتعمل كده، ما عندكش غير كده. ودايما اقولها اخر 5-6، بصوا يا جماعه، بصوا من الاخر، اول 15 16 17 ماتش من الدوري اللي احنا فيه دوت مثلا، اول 15 ماتش كل الفرق زي بعض. هتلاقي سيراميكا بيطلع اول، مصر يطلع اول، البنك الاهلي يطلع اول، بالتنافس مع بيراميدز والزمالك. الفرقه التقيله، السكواد الجامد، الفرقه اللي عندها واللي بتكمل مين؟ اللي بتكمل بعد كده كله بعد كده بيقع بدنيا. الفرق بتنهار بدنيا، اصابات، اللي على الدكه قليل، مش زي الاساسي اللي بتاع الفرقه. فخلاص بيبان هنا بقى ايه اللي بيكمل. بيبان الفرقه اللي عندها دكه وعندها لعيبه تقدر تشيل وتكمل مكان زمايلها بنفس المستوى. فدوت للاسف مش موجود في الزمالك. ولكن الروح اللي موجوده حاليا ممكن تعوض الخمس 6 ماتشات اللي جايين. بتكلم على الدوري يعني، ممكن تعوض نقص السكواد. الروح اللي موجوده والتوفيق اللي بقى من عند ربنا. اتمنى التوفيق من ربنا الفتره اللي جايه، واتمنى ان نادي الزمالك يكمل وما البقره ما تكرش، والنتائج ما تكرش ورا بعضها، هزايم في تعادل في مش عارف ايه، ونرمي فوطه ونستسلم بماتش النهارده والدنيا تروح مننا. مش هطول اكتر من كده. من هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي بعد ماتش الاهلي والزمالك في افريقيا، ونحلله ونتكلم عليه ان شاء الله. السلام عليكم.